أسوأ حاجة لما تبقى الأهلي وحشك بقالك كتير ما شفتوش بيلعب وتعرف إن الماتش متذاع على أون زمالك سبورت. والأسوأ من كده إنك تفتح قبل الماتش عشان تشوف الأجواء والاستعدادات للماتش، تلاقي إبراهيم عبد الجواد في وشك ويقفل لك الليلة من أولها. أنا مش عارف ليه ناس طول السنة بتتآمر على الأهلي وبتتعمد تجيب ناس تضايق جمهوره، نكافئهم آخر السنة يطلعوا يتفسحوا ويظهروا في حدث عالمي على حس الأهلي. ما تخليهم جنبك يا سيدي، ابقى طلعهم في كأس العالم للأندية 2029، يطلع بقى سي إبراهيم ياخد في ايده العالمي ميدو ويقعدوا بقى على الهوا يغنوا اوه بيراميدز براحتهم على الآخر. لكن احنا ملناش ذنب في القرف ده. الحمد لله ان ام بي سي خدت حقوق ماتشات الاهلي في كاس العالم وهيرحمونا من القناه دي بالاشكال اللي فيها. عرفتوا تركي الشيخ ما كانش عايز الحاجات البيضه دي ليه في الاستوديو؟ عشان دمه بيتحرق وبيتنكد زينا. كل ما نقول هانت وهنخلص من القناه دي نغرز اكتر مع المتحده. ما علينا، واضح انه مفيش فايده. خلينا نتكلم عن الماتش احسن. مبدئيا كده، اي احكام مسبقه على المدرب واللعيبه وطريقه اللعب هتبقى احكام ظالمه جدا، لكن ممكن نقرا الافكار شويه بغض النظر عن التنفيذ. واضح ان ريبيرو غير افكاره وهيعتمد طريقه 4-3-3 بدل من 4-2-3-1 اللي هو كان متعود عليها. وانا بشوف ان الطريقه دي هي الامثل لسكواد الاهلي. اول واهم ملاحظه ظهرت جدا وبوضوح امبارح ان مدرب حراس المرمى عمل شغل جامد جدا. انا اول مرة اشوف الشناوي بيعمل دور الليبرو وبيشارك في البيلد اب بالاتقان ده في كورة طلع غطى على خط الظهر كله وقطع الكورة وعمل باس نقل بيه الاهلي لهجمة مرتدة خطيرة. كمان كل الكور الطويلة طلعت منه متقنة جدا ومركزة. الضغط العالي اللي بيحاول ينفذه ريبيرو كويس، رغم ان التنفيذ مش احسن حاجة، لكن مع الوقت والتدريب الموضوع هيتحسن. تريزيجيه افضل صفقة عملها الاهلي وده متوقع، لكن اهم مكسب للاهلي امبارح ده في رأيي الشخصي يعني هو احمد رمضان بيكهام. لعيب كورته حلوة، عنده شخصية، عينه دايما على الكورة، تمركزاته رائعة محدش بيعدي منه، ممتاز في البيلد اب، ثقته في امكانياته واضحة. باختصار اقرب فيرجن شفتها لمحمد عبد المنعم. انا من الاول لا كنت مقتنع بياسين مرعي ولا عمرو الجزار ولا محمود الجزار ولا اي حد من الجزارين دول. كنت شايف ان بيكهام هو انسب اختيار للاهلي. محمد علي بن رمضان لعيب كبير، ولما يزيد الانسجام مع الفرقة هيبقى ليه دور كبير جدا في سكواد الاهلي. الدبيس كمان ممتاز جدا هجوميا، امكانياته عالية، بس محتاج يشتغل على التمركزات والتغطية شوية. اليو ديانج تحطه في نص الملعب وتبني عليه، هيدي فرصة أكبر بكتير للتمانيتين اللي جنبه إن هم يتحركوا بحرية أكبر. طاهر محمد طاهر بيعلى يوم عن يوم، شكله حاسس بالمنافسة ومش عايز يقعد. أشرف بن شرقي بالمنظر ده هيخسر مكانه. إمام واضح جدا إنه مرهق جدا. عمر كمال عبد الواحد سيء للغاية كباك يمين، صعب جدا ينافس محمد هاني، تحركاته كلها غلط. ياسر إبراهيم ممتاز وبيلعب بقلب، لكن لازم يبطل تطفيش، لازم يتعلم ازاي يبني اللعب، لما يقطع لازم يبني ويقطع ويسلم. العش قوي وسريع، لكن كل شوية لازم يعمل لك مصيبة، لازم يعمل لك ميس باس من اللي يحبس ده. عمل واحدة في الشوط الأولاني، عمل انفراد للمهاجم ولولا الله يستره الشناوي كانت هتبقى 2-0. قفشة رايح كاس العالم بعقلية الدوري المصري، لسه هيستلم ويفكر ويلف ويدور. محدش يا حبيبي هيديلك فرصة للكلام ده. في المستويات دي الضغط بيبقى عالي، لازم قرارك يبقى جاهز قبل ما تستلم، وما ينفعش طول الوقت تستلم وظهرك للملعب. الشحات اتظلم جدا في مركز راس الحربة ده، ما يناسبوش خالص. زيزو عنده شخصية لانه اصر يشارك ويثبت انه جاهز بعد الفترة دي كلها، وكمان يتحمل مسؤولية اول ضربة جزاء. ثقة كبيرة جدا في نفسه، لانه عارف ان في 5-6 مليون كده سهرانين معانا عشان يحفلوا عليه. معلش سهرناكوا على الفاضي. بوجه عام المستوى مش احسن حاجة، لكن سكواد الاهلي ممتاز
والمنافسة هتبقى في مصلحة الفريق. انا عارف ان الماتش مش حلو، لكن التجربة بوجه عام مفيدة. يا ريت كمان لو نقدر نلعب ماتش تاني قبل انتر ميامي، نزود الانسجام شوية، ندي فرصة اكبر لريبيرو يطبق افكاره، ونحكم اكتر على مستوى اللعيبة. انا متفائل جدا باداء احسن من ده بكتير قدام انتر ميامي، ومع الوقت شغل ريبيرو هيبان اكتر. ربنا يوفق الاهلي ويتأهل لدور ال 16، وبعد كده ناخدها خطوة خطوة ان شاء الله.